القاهرة أستاذ القانون الدولي الجنائي الأستاذ سعيد مدين. بداية مرحبا بك سيد سعيد. من الناحية القانونية هل يصح التأجيل المتكرر لمحاكمة مبارك أم هل يخلو الموضوع من خلفية سياسية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. بالنسبة للخلفية التي تأتي لمحاكمة القرن كما يلقب بها الوضع، هذه الخلفية وفي تلك الآونة من الزمان هي جيئت لانشغال الشعب المصري، فالمحاكمة هي كما كانت أو ستعاد، وأن التأجيل سيكون مرة أخرى وثالثة ورابعة وسادسة، وأن الغرض منها هو فقط إشغال الشارع المصري بمحاكمة يعلم الله متى ستنتهي ومداها ومنتهاها. يعني من الناحية القانونية سيد سعيد، يعني من الناحية القانونية هل يجوز تكرار هذه المحاكمة؟ نعم يجوز ذلك ويجوز تأجيلها. نعم. وأولا بعد قبول النقض بتعاد القضية إلى المحكمة لنظرها كما أنها ستنظر من أول السطر، ثم تتبع الإجراءات. هي أولا بتبقى لها جلسة اسمها جلسة إجراءات، بيتم ثبوت الوقائع الإجرائية من متهمين وحضورهم ومواجهتهم بالواقعة، وحضور محامين مدعي بالحق المدني وعن المتهمين، ويتم إثبات حضور كل هذه الأطراف وسند حضوره وصفته في الدعوة. ثم بعد ذلك إن كانت الدعوة جاهزة للفصل، يقوم محامي المدعي بالحق المدني بإبداء الدفوع ومرافعته، وهي التي تقتصر فقط على الدعوة المدنية. طيب، وفق المعطيات الموجودة سيد سعيد، يعني وفق المعطيات الموجودة ما طبيعة موقف مبارك؟ يعني ما إمكانية حصوله على البراءة أو إدانته؟ الإدانة أو البراءة أمر وارد، هذا الأمر وارد، براءته أو إدانته، لأن البراءة والإدانة ستأتي نتيجة جمع الأدلة التي تقوم المحكمة بتمحيصها. وهناك أدلة جديدة عرضت على المحكمة، وهو بدواعي ما قيل لجنة تقصي الحقائق، والتي جهلت ضد الشعب حتى الآن، رغم أنها أدلة إدانة يجب أن يعلمها الشعب قبل أن يعلمها الخاصة من أهل القانون التي تنظر أمامهم الدعوة. إلا أن هناك غموضا يحوط بتلك المحاكمات، سواء ما سبق وما ستكون وما ستلقب بمحاكمة القرن، في قضية متهاوية، في قضية ساقطة الأركان، في قضية أوراقها لن تكتمل وخطت بيد مرتعشة من نيابة مرتعشة، أمور كثيرة. وبقول للشعب المصري وبقول لأسر كل من فقد ودماؤهم، والله حرام على هذا الشعب، حرام 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 على هذا الشعب ما يحدث الآن في هذه المحاكمة. أستاذ القانون الدولي الجنائي الأستاذ سعيد مدين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. سادتي الأفاضل، النشرة مستمرة وفيها بعد قليل.